الحمد لله رب العالمين، لا يسأم من كثرة السؤال والطلب سبحانه وتعالى. إذا سئل أعطى وأجاب، وإذا لم يسأل غضب. يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. نحمده سبحانه ونشكره على كل ما منح أو سلب، ونعوذ بنور وجهه من المؤاخذة والنصر، ونسأله الخلود في دار السلامة حيث لا لغو ولا وصف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المالك وهو الملك، يحكم ما يشاء فلا تعقيب ولا عجب. نخافه ونرجوه، والعفو منه مرتقب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا هو محمد بن عبد المطلب، نطق بأفصح الكلام وجاء بأعدل الأحكام، وما قرأ ولا كتب، لم يورث منه مال بل علم ونور في الآفاق قد ضرب. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ووضع أو أهوى بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مما ابتلي به اليوم كثير من المفتونين اللامبالاة أو عدم مبالاتهم في الحلال أو الحرام، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. إن المؤمن الحقيقي هو الذي يطيب مطعمه ومشربه، ويتقي الشبهات، ويتقي كل ما يشك في أنه حلال أو أنه حرام. عبد الله بن المبارك ذلك الإمام الزاهد يقول: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي أن أصدق، أو أحب إلي أن أتصدق ب100,000. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. فأين نحن من البطون التي لم تبقي لا حلالا ولا حراما ولا مشتبها ولا غير ذلك، بل أصبحت تلبس الحق بالباطل، فيأكلون الرشوة ويأخذونها على أنها مقابل أتعاب. وقس على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على التقوى. ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب طعامه وشرابه. روى البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت وهي تحدث عن أبيها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قالت:
كان لأبي بكر غلام وكان يخرج له الخراج، فكان يأكل من خراجه، يعمل العمل فيأتي أبي بكر بالطعام فكان يأكل منه. ففي يوم من الأيام جاء لأبي بكر بطعام فأكل منه، فقال ذلك الغلام لأبي بكر: أتدري ما هو؟ فقال: لا. قال: إني قد كنت تكهنت لرجل في الجاهلية وما أحسن الكهانة، أي أني خدعته، فأعطاني اليوم مقابل ذلك. فجعل أبو بكر يدخل أصبعيه في فمه حتى أخرج ما في بطنه، لا يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى بلقمة فيها شبهة أو بلقمة فيها حرام. وهذا أبو حنيفة النعمان سيد الفقهاء سمع في حجه أن شاة قد سرقت، فسأل: كم تعيش هذه الشاة؟ فقيل له: 7 سنين. فامتنع عن أكل اللحم مخافة أن يدخل بطنه شيئا من ذلك اللحم. فماذا نقول اليوم أيها الأحبة؟ إن الشبهات تعتري العقائد وتعتري المعاملات وتعتري العبادات، والمقام مقام عرض لا مقام شرح وتفصيل، ولولا ذلك لفصلنا وأفدنا إن شاء الله. فالمؤمن هو الذي يجتنب مواطن الشبهات، فمن اجتنب مواطن الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه. لهذا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: من أقام نفسه مقام الشبهة فلا يلومن سوء من ظن به، أو فلا يلومن من ظن به سوءا، أي أن الإنسان لا يدع نفسه في مكان يشار إليه. فالإنسان الذي يجلس مع شارب الخمر يحسب على أنه منهم، والإنسان الذي يجلس مع المقامر كذلك، والإنسان الذي يجلس مع أصحاب السوء يحشر معهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم خاف من الشبهة، ففي يوم من الأيام وخاف كذلك من سوء الظن مخافة أن يهلك الناس، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم طاهر مطهر في أقواله وفي أعماله وفي أفعاله. في يوم من الأيام، والقصة في صحيح البخاري، يرويها الإمام البخاري عن ابن شهاب عن الحسين بن علي رضي الله عنه عن أم المؤمنين صفية بنت حبيب رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فذهبت أزوره ليلا فجلست معه ساعة ثم قام يقلبني إلى بيتي، أي يرجعني إلى بيتي. فلما وقفنا عند باب المسجد عند باب أم سلمة مر عليه رجلان من الأنصار فسلم عليه، وفي رواية غير البخاري وأسرعا. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. هم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة في الليل في ظلمة الليل البهيم الأليل، والنساء كن متحجبات، رأوا رسول الله فسلموا عليه وأسرعا. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقالوا: يا رسول الله، سبحان الله، وخاف على نفسهما وكبر عليهما. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لهما، قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلبكما شيئا.
فنزع النبي صلى الله عليه وسلم تلك البذرة التي ربما يزرعها الإنسان في قلب المؤمن. وهكذا المؤمن ينبغي أن يبرئ ساحته قبل الشبهة وبعدها وحينها وبعدها، كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام. نبي الله يوسف عليه السلام يأتيه المرسوم الملكي بالإفراج عنه، فماذا قال للرسول؟ وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى ملكك فاسأله، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز لا يحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. بالرغم من تبرئته عليه السلام وصدور القرار بالإفراج عنه إلا أنه أبى أن تلصق فيه هذه التهمة وأبى أن تبقى فيه هذه الشبهة. وهكذا المؤمن يجتنب مواطن الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد عباد الله، تأملوا كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام بالقلب، فقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة. فما العلاقة بين صلاح القلب وبين اجتناب الحرام وإتيان الحلال؟ فالقلب محط نظر الله تبارك وتعالى، والقلب الصالح الذي أشرب طاعة الله لا يستطيع أن يعصي الله وأن يرتكب الحرام. والقلب الذي أشرب المنكر والحرام لا يقر معروفا ولا ينكر منكرا، فيستوي عنده الحلال والحرام. فالحلال كل ما وقعت عليه يده، والحرام كل ما كان صعب المنال. فلذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعود الحصير عودا عودا، أي أن الفتن تنسج كما تنسج الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على ضربين، أو حتى تصير القلوب إلى ضربين، على أبيض مثل الصفا على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. أصبح قلبه لله سبحانه وتعالى. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يقر معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كل ما أمرت به نفسه واستحلاه هواه فهو ذلك الحلال عنده، لا يرجع إلى حكم الله ولا يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا أرحم الراحمين آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك أن ترزقنا الحق وأن ترزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا رب جبرائيل ويا رب ميكائيل يا رب العرش العظيم، يا من قلوب المؤمنين بيده، يا من قلوب العباد بيده، نسألك أن تثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تدع في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته،
نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا صحيحا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رجعته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته أو قصرت ظهره، ولا سائلا الله حاجة إلا أعطيته سؤله، ولا عزبا إلا امرأة صالحة أنكحته، ولا بنتا إلا زوجا صالحا رزقتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. هذا وصلوا وسلموا على طب القلوب ودوائها، ونور الأبصار وضيائها، وعافية الأبدان وشفائها. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا في صفوفكم، سووا الصفوف يرحمكم الله. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أصحاب الوصايا كل من أوصانا بالدعاء: اللهم فارق الحب والنوى بلغ لكل امرئ من الخير ما نوى. أوصيكم أيها الأحبة بما أوصانا به ولاة الأمور وكذلك أصحاب الخير، أن ننبه بعضنا إلى أخطار الغاز. الله يعزكم، خاصة رانا في موسم الشتاء، هذا القاتل الصامت. ماذا بينا تفقدوا خاوتكم وتفقدوا المدافع تاعكم وتنبهوا، جزاكم الله خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه كما حفظ أولياءه الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ورحمة الله. قبل وعذاب القبر وشر الفتنة. السلام عليكم ورحمة الله.